حاسس انك محبوس جوه دماغك. فكرة تجيب فكرة وكل فكرة تجيب هم. بتفكر في كل حاجة لدرجة انك مش عارف تعيش. ابعت الرسالة ولا لا؟ اروح ولا اقعد؟ ارد ولا اسكت؟ كل سيناريو ليه 100 نهاية مختلفة، وكل نهاية اسوأ من اللي قبلها. وانت مش بتتحرك، مش لانك كسلان، لان دماغك سحلاك ومش سايباك تعيش. المشكلة خلصت بس انت دماغك لسه شغالة. كل الناس نايمة وانت قاعد بتفسر في كلمة اتقالت من 3 ايام. لو كل ده بيحصل لك فده مش معناه انك مجنون. كل الموضوع انك في معركة، بس المعركة دي لا مع الناس ولا مع الدنيا. المعركة دي جواك انت. وانا كنت هناك، وقعدت سنين مش عارف اخرج، لحد ما فهمت ان الدماغ اللي شايلاني هي اوقات كتير ممكن توجعني، بس اول ما بدأت اسمعها وهديها بدأت اعيش. فتعال اقول لك ازاي تهدي دماغك قبل ما تدمرك. بص يا صاحبي، خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا من الاول كده، وهو ان الاوفر ثينكينج او التفكير الزيادة هو مش دايما ذنبك، بس هو مسؤوليتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دماغك دي اللي هي اذكى واعقد جهاز في الكون، شغلتها الاساسيه انها تحميك من الخطر، تحميك من انك تتوجع، تحميك من اي حاجه ممكن تاذيك. علشان كده لما بتواجه موقف محتمل ان يكون في خطر او مشكله لسه ما حلتهاش، فبتشتغل اوفر تايم. الدماغ بتقول لك فكر في كل سيناريو، وشوف كل الاحتمالات، وراجع كل التفاصيل علشان ما تتوجعش تاني. ده الميكانيزم الطبيعي بتاعها. بس احيانا الدماغ بتفشل في مهمتها دي، لأنها بتدخل في حلقة مفرغة من التفكير اللي مش بيوصل لحل. بالعكس، ده بيزيد عليك قلق وهم، وبدل ما يحميك من إنك تتوجع، لا هو بيزيد عليك الوجع بالتفكير المستمر. الأفكار اللي ما بتقفش دي أو الصوت اللي جوه دماغك ما بيسكتش، كل ده جاي من مكان واحد، جاي من الخوف، مش من الحكمة ولا من الذكاء ولا من إنك بتخطط صح. هو جاي من إنك خايف من حاجة معينة، يا خايف من الفشل، أو خايف من الرفض، أو خايف من المستقبل، أو إنك خايف تعمل الغلط. خلينا نتكلم شوية على أنواع الأوفر سينكينج، وهنمسك واحد واحد فيهم ونتكلم فيه بالتفصيل. أول واحد هو التفكير في المستقبل، تاني واحد هو التفكير في الماضي، وتالت واحد هو التفكير في الناس، والرابع خليه مفاجأة. التفكير في المستقبل، النوع ده بيخليك عايش في بكرة، مش عايش النهاردة خالص. يعني عمرك حسيت إنك مش عايش النهاردة؟ يعني جسمك موجود لكن عقلك هناك، في بكره، في اللي لسه ما جاش، اللي ممكن وممكن لا. تلاقي نفسك بتسأل: طب لو ما دخلتش الكلية اللي بحلم بيها؟ طب لو اتخرجت وما لقيتش شغل؟ هو انا ممكن اتسب؟ يعني ممكن اللي بينا يخلص؟ أسئلة كلها بتبدأ بماذا لو. سؤال بسيط بس بيجيب معاه سيل من السيناريوهات، وأغلبها بيكون سوداوي. تبدأ ترسم مشاهد كاملة في خيالك، مشهد فشل، مشهد خسارة، مشهد وحدة، وانت لسه ما خدتش أول خطوة. ما تشوف لك يا ابني حياة يا ابني. تفضل خايف من كل حاجة، فبتقف مكانك، لا بتتحرك ولا بترتاح. عارف، التفكير في المستقبل مش وحش، بس المشكلة إنك تبقى عايش فيه. تنسى تعيش النهاردة، تنسى تضحك، تنسى تنام، تنسى تحس بالحاجة اللي قدامك. وكل ده عشان ايه يا جدع؟ علشان حاجه لسه ما جاتش، ممكن ما تجيش اصلا. في مره كده لما دماغك تبدا تسالك، تقول لك طب لو حصل كذا، رد عليها قول لها طب لو ما حصلش، طب لو الموضوع عدى عادي. خليك هنا، خليك في اللحظه دي. اكتر حاجه بتسرق عمرنا اننا نعيش في خوف ملوش وجود اصلا. تاني نوع هو التفكير في الماضي. النوع ده بيخليك عايش في امبارح، يعني موقف حصل من يومين، او كلمه اتقالت من سنه، او قرار خدته وانت عيل صغير، او مثلا رد ما جاش في دماغك وقتها، او كلمه قلتها وندمت ولسه بتلوم نفسك عليه لحد دلوقتي. تسمع صوت في دماغك بيقول لك يا لو كنت رديت عليه الرد ده. انت عارف، لو ما كنتش خدت القرار ده انا كانت حاسس اتغيرت. هتغير ازاي يا حبيبي؟ او مثلا واحد صاحبك قال لك كلمه، فتقعد تسال نفسك هو يقصد ايه بالكلمه دي؟ ما يقصد اللي يقصده، وتفضل تلف تلف في مشهد اتعرض وانت الوحيد اللي لسه قاعد في السينما. بس لو هتيجي للجد، يعني اللي حصل حصل ومش هيتغير، واللوم مش هيرجعك بالزمن لورا، اللوم بس بيكلكعك جواك. فبدل ما تقول يا ريتني، قول اتعلمت. بدل ما تقعد تعيد في المشهد، لا اصنع مشهد جديد، مشهد تخرج فيه وتعيش وتشوف حياتك. تالت نوع وهو التفكير في الناس، او هما بيقولوا عليا ايه، التفكير ده مش بيبطل، بيفضل شغال في الخلفيه زي صوت المروحه دي. بتبقى قاعد لوحدك وفجاه تسال: هو صاحبي ما ردش على رسالتي ليه؟ هو زعلان مني ولا انا اللي تقيل؟ طب البوست اللي نزلته امبارح ده ما جاش عليه ولا لايك ليه؟ طب البنت اللي وصيت لي دي في الجامعه، يا دي كانت نظرة استحقار ولا هي معجبه، ولا هي بتبص لي كده ليه؟ تقعد تقول هو انا كويس ولا في كلام بيقولوه عليا من ورا ظهري. بنقعد نحلل في كلامهم، سكوتهم، تصرفاتهم، وننسى نعيش احنا بقى. وده مش بس تفكير، ده سجن رأي الناس. بتعيش في قلق دايم، مش من اللي بيحصل، من اللي ممكن الناس تفكر فيه، وتبدأ تتحول لنسخة بتراعي كل الناس وعايزة تراضي كل الأطراف. بس عارف فين المشكلة؟ انك مهما حاولت مش هتعرف ترضي الكل. انت عارف لو كنت مثالي وبيرفكت هيلاقوا حاجه. وعارف امتى تبدا ترتاح؟ لما تبدا تقتنع ان راي الناس مش دايم،
وان الرأي الاهم هو اللي جواك. فقبل ما تسمع الناس اسمع نفسك، لو ارتحت يبقى ده الصح. رابع نوع بقى وده اللي بنعيشه كل يوم، شلل التفكير او التفكير التحليلي الزائد. ده نوع بيخليك مش عارف تاخد اي قرار مهما كان بسيط، تفضل تلف وتدور حوالين قرار وفي الاخر ما تاخدوش. تيجي مثلا تشتري الشيرت فتبدا تقارن بين 20 لون وفي الاخر توصلهم لثلاثة او اربعة، فتبدا تختار بين الالوان بعدين تقول هي الخامه دي قطن ولا بوليستر. هو سعره قليل وكل حاجه، بس يعني بصراحه كده الغالي ثمنه فيه، وفي الاخر ما بتشتريش حاجه وبتقفل كل الصفحات وبتروح تتفرج على تيك توك. تيجي مثلا تختار فيلم فتخش تبحث عن افضل 50 فيلم في التاريخ وتبدا تختار بينهم وتقارن التقييمات وتقرا شويه عن كل واحد، وفي الاخر برضه ما بتتفرجش. بس الحقيقه اسوأ قرار هو انك ما تاخدش قرار. يا عم خد اي خطوه، يعني لو طلعت غلط اهو اديك اتعلمت. اوقات بتصحى من النوم تعبان مع انك نام 8 ساعات، واوقات بتصحى تلاقي دماغك تقيله كانك شايل طن افكار فوق دماغك، وكل ده سببه الاوفر سينكينج. ممكن يجيلك صداع، بس مش الصداع بتاعنا اللي احنا عارفينه واللي بناخد له دواء ده، لا، صداع افكار. في افكار كتير جوه دماغك بتتخانق وانت مش عارف تسكت حد فيهم. تلاقي نفسك مش عارف تنام ودماغك بتقلب في ملفات اليوم من اوله كانك بتعيد مشاهده فيلم محدش طلبه. تلاقي نفسك تعبان وانت اصلا طول النهار قاعد على السرير ما بتعملش حاجه، بس دماغك في معركه. يعني تحس نفسك كده مرهق شويه، بتعيط من غير سبب، حاسس ان في حاجه خانقاك بس انت لا عارف تمسكها ولا عارف تشرحها. تنهيده تقيله او دمعه هتنزل فجاه، وكل ده من كتر الضغط اللي جواك وانت ساكت. ولازم تحط في بالك ان الراحه مش دايما بتيجي من راحه جسديه، ممكن تبدا لما عقلك يبدا يرتاح، ولما تبدا تفهم ان التفكير الكتير مش دايما بيبقى وعي. الخوف من الالم ساعات بيخليك تعيش الألم قبل ما يجي. طب ايه الخطوات الحقيقية اللي ممكن اعملها علشان ابدأ اهدي دماغي شوية؟ اول حاجة انا عايزك تبدأ تكتب، يا تكتب في شات بينك وبين نفسك يا تكتب على ورق، يعني اللي ترتاح فيه اكتب فيه مش هتفرق. وطبعا الكتابة مش هتبقى عبارة انك بتكتب افكارك وبس، لا، انت هتكون بتكتب حرفيا الحوار اللي بيدور في دماغك. يعني لو بيدور في دماغك هو الشخص ده مش بيحبني، فتبدأ تكتب. دماغك هتلاقيها بترد عليك كده وبتقول لك طب هو مش بيحبني ليه، وانا وحش؟ عايزك تكتب، اكتبها. فتلاقي دماغك بترد وتقول بس هو بيعمل كذا وكذا وكذا، وكل ده معناه ان هو مش بيحبني. ايوه اكتبها، انا عايزك تكتب كل الكلام ده وتخليه قدامك عشان اقول لك هتعمل فيه إيه دلوقتي. لما بتطلع الافكار دي على شاشه او على ورق وتخرجها بره دماغك بتبدا تشوفها من منظور تاني خالص، بتبدا تتعامل معاها بعقلانيه اكتر وكانها اصلا مش مشكلتك. يعني كأن مثلا واحد صاحبك حكالك حاجه فبتبدا تحكم على الموضوع بشكل عقلاني اكتر. عايزك تجرب كده لما يكون في حوار جوه دماغك، اقعد اكتبه واتفرج عليه من بره كأن حد حكاهولك وانت قاعد بتحكم عليه. هتلاقي نفسك بتحكم عليه بشكل احسن وشكل اعقل، وحرفيا هتلاقي حل. تاني حاجه عايزك تعملها انك تستبدل سؤال ماذا لو او ايه اللي ممكن يحصل بانك تسأل نفسك هي ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل في الوضع ده. هتلاقي ان اسوأ حاجه حرفيا ممكن تحصل انت قادر تستحملها وقادر تعديها، فتعرف ان الورست كيس دي عمرها ما هتحصل اصلا، يعني اللي هيحصل هيكون اقل منها، فهتبقى قادر تقوم بيه. تالت حاجه ممكن تعملها وهو انك تكلم حد وتحكي له. الدماغ ساعات بتبطل زن لما تبدا تسمع صوت غير صوتها، فشوف حد مثلا تثق في كلامه، سواء مثلا صاحبك او ابوك او اخوك كبير، وتبدا تحكي له اللي مضايقك، مش علشان تاخد منه حلول، ولكن لما بتخرج الافكار بره دماغك بتبدا تحكم عليها من منظور تاني وبتحكم عليها بشكل واعي اكتر. وطبعا مهم تختار شخص بيسمع اكتر ما بيحكم وبيقلل من مشاكلك. التفكير الزياده مش علامه انك ذكي، التفكير الزياده علامه انك محتاج تهدى. لما تهدى تبدا تشوف بوضوح، ولما تشوف بوضوح هتعرف تمشي. فيا ريت بقى تبدا من دلوقتي وتاخد خطوه واحده حتى لو صغيره. وبس كده، ما تنسيش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه، ويلا سلام عليكم.